ابو دم خفيف ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محبوسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا ايه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجيلكم لغايه عندكم، انا جاي. اسم حضرتك ايه؟ حمدي عثمان. حمدي عثمان. وحضرتك؟ رشوان حسن. عثمان حسن. انت بابا؟ رشوان حسن. رشوان حسن. عثمان حسن. رشوان حسن. طب انت بابا يعني بقى ولا ايه ولا ايه؟ لا ده اخويا ده. رشوان. اسمه رشوان. انا تخيلت ان اسمه وانا اسمي حمدي عثمان. يعني ما احنا من هنا بقى يا جماعه، انت اسمك انت حمدي عثمان وهو رشوان. ايوه رشوان حسن. طيب قول يا استاذ حمدي، حضرتك انت ده حمدي ده. انا حمدي. انت حمدي. بص يا استاذ رشوان. انا رشوان هو حمدي. مين انت حمدي؟ انا مش مهم احنا الاثنين واحد. ايوه مش مهم، ما تلخبطونيش بقى. احنا الاثنين واحد. علشان انت بصراحه شكلك حمدي. ماشي. انت شكلك حمدي زي بعض ماشي. وانت شكلك والله تلاقيك كده صح؟ احنا الاثنين واحد يعني يا طبعا. واحد؟ احنا الاثنين واحد يعني. قسمتوا اثنين؟ من اهل امبابه ومن اهل ارض الجمعيه. الله عليك. وطول عمرنا عايشين هنا في ارض الجمعيه. احسن ناس بتوع امبابه. فاحنا العيشه حلوه وكل حاجه قول لي نعم. ايه رايك في الانجازات بتاعت الريس لغايه دلوقتي؟ والله لحد دلوقتي انا ما شفتش حاجه منها خالص بامانه الله. وحضرتك الانجازات؟ ما شفناش حاجه خالص من اول الثوره واحنا بنتاخر لورا. بنتاخر لورا. كل حاجه بتغلى يعني انا بقول بامانه الله كل حاجه بتغلى. البلطجيه كترت قوي. والخناقات بقت كترت قوي. البلطجيه هم السبب اللي قطعوا الحركات دي؟ طبعا هم سبب النكسه اللي احنا فيها البلطجيه. وتشوي الكلام مع حداني. نعم. تشوي بالنسبه للبلطجيه هطهر الاول. ايوه البلطجيه كترت. ايوه البلطجيه كترت. طب يعني ما فيش انجازات للرئيس معقوله؟ يعني النظافه، انت ايه رايك في الزباله؟ الزباله؟ زي ما هي الزباله. هم بينظفوا، الناس شغاله وحلوه في امان الله وكويسين جدا يعني. بس طبعا الزباله كتيره والشغل مش زي الاول. الزباله كتيره يعني. الزباله كتيره برضه. لا بص انا عايزك تقول الحمد لله الزباله. ما انا بقول بس خلينا بس عشان احنا برضه يعني نروق الناس بس. الزباله الحمد لله اتشالت خالص والشوارع زي الفل. انا هضحك على نفسي؟ انا هحاول نضحك عشان الناس كده يعني. لا انا بقول لك بامانه الله. بص في الشوارع وبص في الحته في زباله كتيره برضه. لا احنا عاوزين نقول بس هم الحمد لله الزباله كويسه وما فيش زباله. وقول كده. والله بقول سيادتك حاجه. قول ما فيش زباله. الحال كله ما تصلحش. ايوه بس ما فيش زباله الحمد لله. قول ما فيش زباله. لا في زباله طبعا واخد بالك. لا في. يبقى اقول في زباله الحمد لله كده. في زباله الحمد لله الحمد لله دي مهمه قوي. الحمد لله على كل حاجه يعني. طب بالنسبه للمرور اخباره ايه؟ بالنسبه للمرور المرور الايام دي مريح. انا يعني ايه حلو ولا وحش؟ المرور هو الناس الشرطه يشكروا كتر خيرهم وشغالين. يعني المرور زحمه ولا لا الدنيا واقفه كلها. الدنيا واقفه كده. انا عايزك تقول المرور زي الفل الحمد لله كده. قول برضه نقول حاجه كويسه في البلد. طيب ماشي. المرور الحمد لله كويس. قول المرور بص ناس حلوه زي الفل وكل حاجه وهم شايفين شغلهم. بس الحراميه كترت والبلطجيه كترت. المرور الحمد لله وانا عربيتي اتسرقت. قول الحمد لله العربيه اتسرقت. يعني خليك العربيه اتسرقت. طيب انا رحت بلغت عنها. طب روح لما نلاقيها نبقى نتصل بيك. طب فين طيب؟ فين البلطجيه؟ كل واحد يقول لك ايه؟ انت عاوز البلطجيه؟ فين البلطجيه؟ ايه؟ انت عاوزهم؟ البلطجيه موجودين في كل حته. ومحدش بيقدر يروح لهم. طب الحركات دي؟ طبعا. انت بصراحه شكلك حمدي. انا ما شفتش حاجه منها. اضحك على نفسي. قول في زباله. وانا عربيتي اتسرقت. قول الحمد لله العربيه اتسرقت. شايفين النهضه شغاله ولا الحمد لله؟ ما مرش عليكم طائر النهضه ده في اسيوط؟ انا شفته. شفت ايه؟ شفته بالليل. طائر النهضه؟ شفته في الليل؟ شفته في الليل. ليه هو بيطير بالليل ولا بالليل بس؟ ليه؟ ما بيظهرش. اوعى يكون بيطير في الحلم ولا بتاع؟ لا يا باشا شفته وانا نايم. وانا نايم شفت الطائر النهضه. طب اخباره ايه؟ اوصفه لنا كده. هو نايم دلوقتي. الطائر حلو وجميل وكلامه زي العسل. بقول لك 25 سنه وهننهض ان شاء الله. 25 سنه وننهض ان شاء الله. يعني مش قدامنا 4 سنين اللي هم بتوع الرئيس؟ لا هم 25 سنه. ما مرش عليكم طائر النهضه؟ شفته بالليل. شفته وانا نايم. احنا هنقعد 4 سنين مشروع النهضه ده شغال بالكلام. اخر ال4 سنين يورينا مشروع كده في التلفزيون حلو بتاع يقول لك هنستكملهم في ال4 سنين الجايين. وهكذا تستمر الدوره في الدوره لحد ما تعدي ال 25 سنه تكون ثبتوا مفاصل الدوله بالاخوان
كلها جيش وشرطه وكله. لا استنى حاجه، الراجل ده عارف هقول انت من اخواني يا ابن الايد. لا والله. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اسامه. من الاخوان يا اسامه. انت عارف انت الخطه بتاعتهم يا سلام قول من رب الرحيم. ايه؟ سلام قول من رب الرحيم. اخبارك ايه المرور؟ قول الحمد لله. الحمد لله والله المرور خد بالك سيادتك برضه الدنيا زحام. قول الحمد لله فل. بالك احنا بنقول الحمد لله على الضراء والضراء. الحمد لله فل. كانك ماشي في سنه 40 مثلا، الدنيا فاضيه صح؟ ايه خد بالك سيادتك، لا خد بالك مش عارف يمشي. انا راجل سواق تاكسي. خد بالك سيادتك مش عارف امشي. مش عارف اشتغل. خد بالك برضه البلطجيه طالعه واحد يعني انت بتمشي كده بتلاقي الدنيا زحمه؟ خد بالك الدنيا زحمه. خد بالك والواحد ما فيش امان في البلد اصلا. قول الدنيا الحمد لله بقت فاضيه وجميله. الحمد لله على السراء والضراء. لا ما حدش راضي يقول لي حاجه يا جدعان. على ايه؟ السولار الحمد لله. اخبار السولار؟ لا طبعا السولار لسه زحمه. السولار اخباره زي ايه؟ الزفت. يعني الحمد لله لقينا السولار. لا ما فيش سولار يا جماعه قولوا الحمد لله. لا ما فيش سولار. الحمد لله. قولوا السولار الحمد لله زي الفل. طب اقول الحمد لله على ايه؟ يعني هضحك على نفسي ولا اضحك عليكم؟ السولار ماشي. السولار ما هو زحمه موت، وهو اللي واقف الطريق كله، طريق مصر اسكندريه والدائري وكل ده بسبب السولار ده واقف، مش عارفين نشتغل خالص. العيش اخبار ايه العيش؟ العيش سيادتك ما يتاكلش برضه. يا راجل ما تقولش لا ما بيتاكلش. في طوابير للعيش؟ طبعا في طوابير وسيادتك الكشك. ايوه كده تقول الحمد لله العيش واقف طوابير والناس قول يلا الحمد لله. قول العيش واقف طوابير. العيش واقف طوابير وخد سيادتك. ايوه كده. ومية وعايز حد يشتريه. مش لاقيين اللي يشيل العيش. ايوه العيش واقف طوابير. قلنا العيش واقف طوابير وحلو زي الفل. ايوه كده العيش واقف طوابير مستني ومش لاقي اللي ياكله. مش لاقي وبيتخانقوا، كل رغيف بيتخانق عاوز هو اللي يبقى الاول عشان يتباع. وهي حكايته قول كده الرغيف اللي هو العيش موجود بس بالطابور عليه فين وفين قبل ما تيجي عربيه العيش. بالطابور عليه بقى. بالطابور. العيش هو اللي طوابير مش لاقي اللي يشتريه ومش لاقي اللي ياكله. مش لاقي اللي يشتريه. على رأي واحد يا باشا قال لك اللي انتخبوا مرسي من جنينة الحيوانات ومقبل. ازاي يعني؟ من جنينة يعني فصلنا الصعيد عن بحري. من اول جنينة الحيوانات ومقبل الجيزة. عشان جنينة الحيوانات فيها طائر النهضة. ايوه طائر النهضة. ايوه تعبان يا عيني. رحت انا دخلت الوقت اللي هناك في جنينة الحيوانات لقيته عيني لحم على العظم. نشف يا عيني. والله نشف. حاجة غريبة يا شوية محلول ولا حاجة اخواني. محلول اخواني. محلول اخوانكم. محلول اخوانكم؟ الله. محلول غزي. هيعمل ايه اخوانكم ده؟ هيغذي طائر النهضة ويكبره ويخليه يطير. طير. سميتها هيطير يا باشا. سميتها هيطير. هو طار ما احنا مش لاقيينه. ايه رايك في الجو اللي حاصل دلوقتي؟ الجو زي الزفت بعد الثوره. بعد ثوره 45 يناير. بعد زي الزفت. كله مش لاقي. يعني انت حابب ثوره 45 يناير ولا لا؟ لا مش 25 مش 45 والله. امال ايه؟ والله ده قلت بقى. طيب يلا معلش. طب انت ايه رايك في حكايه الضبطيه الظباطيه دي؟ يعني واحد مش عاجبه واحد كده ومش عاجبه اللي عمله فيروح يقفش فيه. لا مفيش قفش. لا وبعدين الاثنين اللي قافشين في بعض ما احنا مش عارفين مين اللي غلطان ومين اللي صح. لا فيجي اثنين تانيين يفقشوا فيهم. لا يبقى الاربعه فاقشين في بعض. مش هنعرف نمشي يعني. وبعدين اربعه تانيين شايفين الاربعه دول بيجي برضه واحد كويس بيتدخل في وسطهم بيسلكهم بتاع. ما يفقش. لا ما يفقش. الفقش ده البيض. البيض ما يفقش. يا كابتن. يعني هنبطل نفقش في بعض طبعا. مش كده المفروض ان اللي يفقش مين؟ الفراخ. لا الشرطه هي اللي تفقش في الناس. يقفشوهم يفقشوهم. يقفشوهم مش يفقشوهم في بعض. اللي يفقش مين؟ 25 مش 45. ما يفقش. ماشي ده البيض. فقشوهم في بعض. بالنسبه لانتوا بتوع تاكسيات بقى، ايه الفرق بين الكمبيوتر والتاكسي؟ ايه الكمبيوتر والتاكسي يعني؟ الكمبيوتر. ايه الكمبيوتر يعني؟ الكمبيوتر اللي هو العيال بتلعب عليه. الكمبيوتر اللي هو شطرنج يعني. شطرنج يعني. شطرنج يعني خد بالك الناس تلعب عليه. الكمبيوتر اللي هو زي الكمبيوتر ده في البيت للعيال. في البيت للعيال بيخشوا على النت. ايه الفرق بين الكمبيوتر والتاكسي؟ انت مش بتاع تاكسي؟ انا بتاع تاكسي. وانت بتاع تاكسي؟ ايه الفرق بين الكمبيوتر والتاكسي؟ العداد. انا عاوز فرق واحد. اتفضل. ما هو العداد برضه. لا انا عاوز عداد غير العداد ده. انا متحركه. انا متحركه. لا ده عداد كمبيوتر. هو اللي ماشي حلو مع الناس وبيننا وبين الناس بمرضي الله. الكمبيوتر حاسب آلي صح؟ لكن التاكسي حاسب يا اسطى. شفت طائر النهضه في حديقه الحيوان؟ طائر النهضه؟ انا اول مره اسمع على النهضه دي والله. طيب لا انا رحت شفت طائر النهضه. تعبان. ربنا يشفيه. ربنا يشفيه والله. مش عارف هل هو مكتئب ولا من غير الاكل. والله. ما نسميها طلوع المنهده.
لا خلينا مشروع النهضه. مشروع النهضه. فاحنا كلنا بنتبرع، احنا خدنا تبرعات كتير عشان نطير النهضه. تبرعات ايه وبتاع ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في اكل العيش. العمليه باظت خالص. الشوادر اللي جابوا لنا لحم اثيوبيا واللحم الفريزيان واللحم اللي هو واخد حقن مندله، مش شايفين خالص اي تجديد. البلد مش عارف ربنا يصلح الحال من عنده. النهارده الزبون جاي عايز ربع كيلو لحمه، عايز كيلو لحمه عليه. ما كانش في الكلام ده خالص. يعني احنا لو خدنا البدايه دي كده باذن الله حته صغيره دي لطائر النهضه ممكن لطائر النهضه. ناكل احنا ولا النهضه تاكل؟ لما احنا ناكل يبقى النهضه تاكل. ايه بس لما احنا مش لاقيين ناكل عشان يا جماعه طائر النهضه ده ما بيرفرفش ما بيطيرش، لازم يطير. يطير عشان احنا كمان ننهض. عشان نديله حته موزه. ده بعينيه، حته الموزه دي. النهضه بعينيه حته الموزه دي. ليه الموزه دي بكام يعني؟ الموزه دي بكام؟ دي كيلو ونص. اديها للنهضه. النهضه تاكل وانا ما اكلش. ايه المانع؟ طب عشان خاطر مصر. طب انا عندي عيال. ماشي. هاكلهم ولا اكل النهضه؟ طب هات له حته تعبانه كده. حته تعبانه؟ ما عنديش حاجه تعبانه. التعبانه دي بقى ايه؟ هم يشوفوها في اي حته تاني. يعني انا لو خدت دي ان شاء الله. ثانيه واحده بس. ان شاء الله. ثانيه بس خدتها وجريت مثلا. وجريت. انسى. ايوه. اسمه لحم بلدي. لحم بلدي. انت عارف احنا النهارده بنجرش من الساعه كام؟ من الساعه 9 و10 بالليل بنخاف، واي واحد يقول لي روح تعالى الحته الفلانيه اخاف اطلع معانا العربيه تتاخد مني، العربيه اللي انا راكبها بتاعت الناس. طب الحمد لله ما عملوا لك استقرار عائلي في البيت. استقرار عائلي. بنام من الساعه 9. بتروح بدري في البيت. بنروح بدري في البيت. بيحصل خناقات بقى مع المدام وبتاع على طول طبعا. جبت ولا ما جبتش؟ ما هو ما فيش. ما انا جيت بدري خايف اطلع اشتغل. الناس عايزه تاكل. جبت فلوس يعني؟ جبت فلوس ولا ما جبتش؟ لا ما جبتش. انا البلد نايمه. ايه اللي نايمه؟ زحمه موت. اطلع المشوار بقعد لي فيه ساعه وساعتين. انت شايف حاجه نايمه صحيها يا اخي، دي مش مسؤوليتك انت اللي هتصرف الراجل. طب اصحيها ازاي؟ لا اصحي. لا اصحى. لا احنا بنصحي فرخه ولا ايه؟ لا زقها كده ولا اصحي. احنا بنصحي فرخه ولا ايه؟ انا بلالي من العربيه اللي اتسرقت. حضرتك بتلالي؟ البلالي العربيه اللي انا باكل بيها عيش انا وعيالي اتسرقت وانا قاعد على القهوه من الصبحيه. ما هو ده اخره القعاد على القهوه. اخره القعاد على القهوه. هنعمل ايه؟ هقعد في البيت اتخانق انا والمدام. لا تقعد في القهوه ليه؟ تقعد في العربيه عشان ما تتسرقش. هو في عربيه عشان اقعد فيها؟ ما لو في عربيه كنت قاعد عشان ما تتسرقش. لو اتسرقت العربيه كانت تتسرق انت وهي. انا كنت بقعد انام في العربيه عشان نجيب القرش للعيال. دلوقتي مفيش. لا ان شاء الله. انت بتلالي يعني دلوقتي؟ بلالي طبعا. وحضرتك بتلالي؟ كلنا بنلالي والله. ايه يعني ايه تلالي؟ يعني مش الواحد يقول يا ليلي يعني مش دي تلالي؟ ده موال ده. ما انت هتلالي. ما احنا قاعدين بنغني ظلموه. قاعدين بنغني ظلموه. ايوه. ضمن حركه تمرد؟ اكيد. الفكره جت ازاي وعملتوا ايه وبتعملوا ايه دلوقتي؟ الفكره جت لنا ان احنا عايزين نشيل مرسي وان مرسي ظالم. مرسي ظلم مننا كتير قوي، وحق الشهيد وحق الجندي وكريستي وجيكا والناس دي كلها حقها لحد النهارده ما جاش. حق الثوره فين؟ فين اهداف الثوره اللي اتحققت؟ فين مرسي من كل ده؟ مرسي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا طالبه ثانويه عامه مش هيهمني رد فعل، انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل في مرسي. الفكره جت لنا ان احنا شايفين ظلم، شايفين ما في يعني حالات التحرش زادت، ما فيش امن في البلد، احنا مش عارفين ناخد فرصتنا كبنات. انا مش عارفه امشي في الشارع، البلطجيه طالعه. كل ده من ايه؟ من اهمال مرسي. فين مرسي في كل ده؟ احنا عشان النهضه بقى بيقول لك في هم يبكي وهم يضحك. ايه ما تيجي نقول مع بعض جايز ربنا ينهض بمصر. والله احنا بنتمنى من ربنا ان مصر مذكوره في القران ادخلوها سالمين امنين وكلوا من عدسها وبصلها. مش كده؟ مش كلوا من نهضها. من ايه؟ من يعني هتاكل النهضه حته لحمه زي كده واحنا ما ناكلش النهضه؟ والله يا سيدي يعني انا لا حاسب الكلام ده. لا انسى. ايوه. ده بيقول لك اللي واخد قوتي يا ناوي على موتي. صح ولا لا؟ ده حبيبي. انا بحبك بالله والله. انا بحبك انت كمان والله. احنا الحمد لله شعب مصر بخير. مش كده؟ وان شاء الله ربنا يرحمنا برحمته. وفي شويه كآبه كده. برضه هتفضل محروسه ليوم الدين. بس انت عايز تسوق للناس اللي كلها لازم انت وتبدا بنفسك. انا ابدا بنفسي. انا اقول يا رب. وتتشبع بالنسبه للناس. ايوه نقول يا رب. ايه؟ نقول يا رب برضه. طب قول لي بقى. مين انا؟ انا مسلم. انا بقول يا رب
يعني ايه هو؟ ونعم بالله. يعني ايه هو اي واحد بدان يبقى اخواني ولا ايه؟ والله كلنا بنقول يا رب. والله صلى على النبي، صلى على النبي. انا بالنسبه معلش اللي يقول لي يا شيخ اقول له لا انا مش شيخ، انا مسلم. لا لا معلش انا مسلم. طب قول بقى يا مسلم بقى، عاوزين نضحك شويه كفايه بقى. ايوه ماشي. قول نهضه استنهضناها ونهضه ما استنهضناهاش. لا ما اعرفش انا اقولها دي. لا قولها نهضه استنهضناها استنقصناها. يعني انت عايز تقولها استنقصناها؟ انا بجيب لك الملخص. لا نهضه استنهضناها ونهضه ماشي، ما انت الملخص بتاعها برضه نهضه استنقصناها. ماشي هي كده الملخص. لو في تصويت جديد في البرلمان مثلا الاخوان هياخدوا، ما عندهمش بقى فعاليه، ما عندهمش يعني هتدوا الاخوان ولا مش هتدوا لهم؟ لا مش هندوا الاخوان، هتدوا لهم مش هندوا لهم. ليه؟ بسبب ان ايها مشاريع دلوقتي شغاله وايها شغل وايها بزنس في البلد ما حدش بيملكه ولا بياخدوا غير الاخوان منهم فيهم. انما انا كراجل عاوز اشتغل ماليش رجل ولا ليا مكان عندهم. فلازم اكون اخوان ولازم اطلع كارنيه اخوان عشان شغلي ومصلحتي تمشي. الله ده كلام جامد يعني. يعني المحسوبيه بقت هناك اكتر من العهد السابق. والرشوه اخبارها ايه؟ شغاله زي الفل واكتر واغلى دلوقتي. والفساد اللهم صل على النبي، اللهم يزيد ويبارك. يعني حاجه زي الفل. طب انا عاوز اعرف المستشارين اللي متعينين دول كم مستشار؟ انا ديك النهار مره سمحت في الاذاعه بيقول لك ما يعادل اكتر من 1000 مستشار. اتبحي صوتنا وقلنا حد ادنى وحد اعلى. ولا حصل حاجه ولا في حاجه حصل حاجه؟ لا ما حصلش. يستمر بقى ليه؟ لا يستمر ليه يا راجل؟ يا راجل ارحم يا راجل. وكل وزير المتحدث الرسمي باسم وزير الصناعه، المتحدث الرسمي باسم وزير الزراعه، المتحدث الرسمي باسم وزير الاعلام. اسمك ايه؟ انا اسمي حنفي، ويمكن لو طب حنفي اي يا جماعه حد يعين حنفي متحدث رسمي لاي حد في الدنيا. الراجل نفسه اشتغل متحدث رسمي ياخد له قرشين. مش ده خالك؟ قول له بقى خالي جاب لي حصانه تمشكحبه، اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ قول خالي جاب لي حصانه تمشكحبه. قول خالي جاب لي حصان اتمشكحبه. اذا ما تمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ هو ده. هو مين اللي يتمشكحبه؟ الواوا هو ده. قول نهضه استنهضناها ونهضه عرفت اقولها. قول انت الاول. قولي نهضه استنهضناها ونهضه ما استنهضناهاش. نهضه استنهضناها ونهضه ما استنضعناش. ما استمتعناش. ما رجعناش. قلت لك نهضه استنهضناها ونهضه ما استنهضناهاش. نهضه استنهضناها مش عارف تقولها. انت مش عارف. لا انا مش عارف اقولها اهو. انت مش عارف. اهو نهضه استنهضناها ونهضه ما استنهضناهاش. ونهضه ما استنهضناها. تحيا مصر. 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 تحيا اللحمه الضاني. هاخدها ولا علماني ولا سلفي ولا اخوان، احنا كلنا مصريين. احنا كلنا عايزين مصر تنهض وعايزين مصر تبقى كويسه. بالعكس بقى. انا عايزه اولادنا نشوف الشارع في امان. انا عايزه اقول لك كلمه. عايزه اقول للرئيس لو كانت دامت لحد ما كنتش انت جيت. بالعكس بقى، لو كانت دامت لحد ما كانش هو جاي. ما انا بقول لك لو كانت دامت لحد ما كنتش انت جيت.